القوة الجوية. أيمن يقدر يسدد، الله جول. أيمن حسين استلم كرة وسدد بالمباشر على يسار الحارس حسن أحمد، والقوة الجوية 4 أهداف. الآن أضاف هدف آخر، 5 أهداف، وبالتالي القوة الجوية يفتتح التسجيل في الدقيقة 25. إعادة مرة أخرى، أيمن حسين يسدد تسديدة رائعة وجميلة في المكان البعيد في الزاوية الصعبة على الحارس حسن أحمد، وبالتالي القوة الجوية يتقدم. القوة الجوية أيمن حسين، أيمن يحاول يتخلص، تعرض لإعاقة وأعتقد صافرة وضربة جزاء. نعم، ضربة جزاء لصالح فريق القوة الجوية في الدقيقة 31. خلينا نشوفها بالإعادة. أيمن حسين حاول يتخلص من المدافع، الحكم علي حسين علي قريب وشايف، وإعاقة واضحة ضد اللاعب أيمن حسين، وبالتالي ضربة جزاء لصالح فريق القوة الجوية. عادة مرة أخرى، أيمن حسين داخل منطقة الجزاء بينه وبين المدافع، حاول يتخلص. نعم، إعاقة واضحة من المدافع الخبرة، مدافع فريق نادي السماوة اياد سدير، وبالتالي لن يتردد الحكم علي حسين علي في الإشارة إلى ضربة جزاء لصالح فريق القوة الجوية في هذه اللحظة. إعادة من أكثر من زاوية، وأجل الهدف الثاني لصالح فريق القوة الجوية. أيمن حسين أضاع ضربة جزاء ضد فريق الديوانية، اليوم عليه أن يسجل هذه الضربة في شباك فريق نادي السماوة. أيمن على التنفيذ، أيمن حسين يسدد، جول. الهدف الثاني حلوة لأيمن حسين. أيمن حسين الهدف الثاني لصالح فريق القوة الجوية في الدقيقة 32. الدقيقة 32 القوة الجوية ضربة جزاء، وبالتالي يتقدم القوة الجوية بهدفين مقابل لا شيء لفريق نادي السماوة. إعادة مرة أخرى، أيمن حسين يسدد على يسار الحارس اللي ذهب باتجاه الجهة البعيدة، وفرحة